fight that Iraq has been in. We also have Dr. Aqil Abbas, who is from the university here. He is an Iraq analyst, and among the issues he's been looking into is the composition of security forces as well as human rights issues. So if we could start with you, General Taleb. You just came from the front lines from West Mosul this morning. Can you tell us what you saw? بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني في البداية أن أنقل تحريات وتمنيات كل المقاتلين في ساحة المواجهة ضد داعش. وأنا نعم من ساحة المواجهة ضد داعش وصلت اليوم وأنا أحمل تحيات وتمنيات كل المقاتلين في هذا الملتقى بالنجاح الصوت ما يشتغل. While we're doing this, so we're going to hear from General Taleb, and I'm going to ask him a few questions, and then we'll go to Dr. Aqil. How is... I hear you. Hold it. Okay, yes, that's much better. I'm sorry about that, but it's... Here we go. I'm going to repeat a little bit of that introduction just because our panelist has such an extraordinary history. He has been involved in essentially the evolution of the Iraqi security forces for decades. He worked his way through the ranks. He was dean of the Iraqi Air Force Academy before the war. He was a military advisor at the National Security Council, and then he helped set up the Counterterrorism Service in 2007, and he's been in charge of it since then. He has been intrinsically involved in the fight for West Mosul, including as commander of the Joint Operations Center until recently. General Taleb, you've just come from the battlefield this morning. Can you tell us what you saw and how that battle is going? نعم شكرا جزيلا وأنا أصل من ساحة المواجهة حملوني كل المقاتلين تحياتهم وتمنياتهم إلى هذا الملتقى وتمنياتهم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. وأنا أحمل غبار المعركة مثل ما تشوفون بالقيافة العسكرية. آخر تحديث إلى حد هذه الساعة تمكنت قواتنا من السيطرة على أحياء جديدة في مدينة الموصل الساحل الأيمن. وصلوا إلى سايلو الموصل، والشهداء الأولى والثانية أيضا حروها، وحي المعلمين إلى حد هذه اللحظة تم تحريرها، إضافة إلى الأحياء المحررة. So sorry, General, we're trying to work out a problem with the translation. It's not machines, it's the translation. Okay. You were just saying that the security forces have reached the silos, and sorry, for those of us who couldn't understand it, could we ask you to start again with the progress of the security? في مشكلة بالصوت؟ بالترجمة اتصرف. Good now? Okay. بالترجمة مش بالصوت. Excellent. Sorry. Ask me. So where are the security forces? نتكلم؟ ماشي. يعني ما بديت بس قلت أنقل تحيات المقاتلين من ساحة المواجهة إلى كل الحضور في هذا الملتقى، ملتقى السليمانية، ويتمنون النجاح والتوفيق لهذا الملتقى. آخر التحديث والعمليات الجاية ضد داعش في الموصل في الساحل الأيمن تم تحرير
إلى حد هذا اليوم صباحا حي الشهداء الأول وحي الشهداء الثاني وحي المعلمين ومنطقة السايلو. هذه الأحياء اللي تحرر صباح هذا اليوم وبأقل ما يمكن من الخسائر. الحقيقة حركة قواتنا وتحريرها لأحياء مدينة الموصل وخاصة بالساحل الأيمن بشكل سريع وأسرع مما مرسوم إلى ومخطط إلى في خطة تحرير الموصل. خطة تحرير الموصل بدأت مثل ما تعرفون في 17/10/2016 في الساحل الأيسر، ولمدة 3 أشهر تم تحرير الساحل الأيسر بشكل سريع رغم التحديات الموجودة بالساحل الأيسر والساحل الأيمن. وأهم هذه التحديات هو وجود المدنيين في ساحة العمليات. وجود المدني في ساحة العمليات يمثل تحدي للقوات الأمنية في موضوع الإسناد الجوي، الإسناد الناري، في تبادل النار في هذه المنطقة خشية إصابة المدنيين. وأيضا التحدي الآخر المحافظة على البنى التحتية في مدينة الموصل. الحقيقة ساعدنا كثير أهالي الموصل في الحفاظ على ممتلكاتهم، وأيضا كانوا يرفدوننا بمعلومات دقيقة عن تواجد الإرهابيين في المنطقة. هاي ساعدنا أنه نندفع ونلقي القبض على الإرهابيين. سرعة حركة القوات نتيجة الخبرة المتراكمة لفترة طويلة، وأحداث هذه الخطة رسمت بعناية بعد شهر حزيران 2014. هذه المعركة لها رمزية من جانبين. الجانب الأول رمزيتها بالنسبة للقوات العراقية أخذ ثأر وإعادة مدينة مغتصبة هي وأهلها. ومن جانب آخر داعش وتنظيم داعش يعتبر الموصل مركز الخلافة، فسقوط مركز الخلافة يعني سقوط داعش، وانتهاء هذه العملية معناها سقوط الحركة الداعشية الإرهابية في الموصل. ولهذا حسبت بدقة الإجراءات والأعمال اللي تقوم بها القوات، لأنه داعش في مدينة الموصل ولاحظنا العمليات الإرهابية اللي يستخدمها من تفخيخ وتلغيم واستخدام لمعرقلات كثيرة حتى يحد من حركة القوات الأمنية. الحقيقة القتال بالمدن والمناطق المبنية من أصعب أنواع القتالات بالعالم كله، لأنه كل الجيوش بالعالم تدرب على أساس عمليات عسكرية، والعمليات العسكرية عمليات نظامية لها قواعد ولها أسس ولها شكليات. ومثل ما نعرف أنه الجيش أو القوات الأمنية يلبس يونيفورم محدد وعلامات وإشارات، لكن الإرهابيين مدنيين ينسلون بين السكان المدنيين، يشكل عبء على القوات الأمنية كيفية تحديد الإرهابي ومكانه ضمن سكان المدنيين. القوات المدربة والعدها خبرة كبيرة، عدها هذه المقدرة ولها الخبرة الكافية بإيجاد المدنيين وتعقبهم. ولهذا بالعالم الإجراءات الناجعة لمعالجة الإرهاب والقضاء عليه بحاجة إلى استخبارات دقيقة وفعالة، وأيضا قوة عمليات خاصة مدربة تدريب راقي. من دون هذه العاملين صعوبة، ولهذا لا يمكن استخدام دبابات أو مدرعات بشكل مكثف، لأنه راح تأثر على السكان المدنيين الموجودين. استخدام كثافة نيران عالية راح تسبب خسائر بالمدنية. ولهذا أسلحة وتجهيزات العمليات الخاصة من نوع خاص، تجهيزاته، أسلحته، تدريبه خاص، ولهذا يستهدف الإرهابيين في أماكن تواجدهم. أيضا احنا لازم معروفة أنه الإرهابيين هم ناس راديكالية عقائديين، هذا يعمل حتى يموت يستشهد يروح للجنة مثل ما يعتقد. إذن يحتاج لنا إلى مقاتلين لديهم القدرة والكفاءة والإرادة أنه يقاوم هؤلاء. مثل ما هذا يريد يموت لازم أنت تنشد الحياة وتقتل هؤلاء
بكفاءة عالية وبرد فعل عالي وباندفاع وإيمان بأنه هذا الوطن يجب أن يحرر من هؤلاء من دنس الإرهاب. ولهذا يشكل تهديد في كل دول العالم. لاحظنا الأعمال الإرهابية. 2 يمكن يعرقل لندن بريطانيا في محطة القطارات في عام 2005. باريس هاي الأحداث وشفناها أيضا 2 إلى 3 يعرقل كل المدينة ويربك كل العمل 2 إلى 3. طيب أنت كيف تجد 2 إلى 3 بمدينة سكانها 10 ملايين أو أكثر؟ يرادك معلومات استخبارية دقيقة وإراد عناصر عمليات خاصة مدربين تدريب جيد. الحقيقة جهاز مكافحة الإرهاب من سنة 2007 لحد الآن جهاز يتميز بالمهنية والوطنية، بالمهنية والوطنية، اختيار دقيق لعناصره وتدريب راقي وانتخابهم أيضا انتخاب دقيق، فأصبحوا متميزين بكفاءتهم بمقدرتهم باندفاعهم لتحرير الأرض والعرض. ولهذا نشوف هذه العمليات النوعية يقوم بها ببسالة وبشجاعة فائقة لتحقيق الهدف المنشود اللي هو تحرير الأرض. شفنا احنا بالساحل الأيسر أعداد كبيرة، يعني مدينة برطلة كل الخبراء العسكريين أكد أنه يحتاج لها إلى أسبوع حتى تطهر. مدينة برطلة من دخلوا لها هذه القوات طهروا ب6 ساعات، 6 ساعات فقط طهروا كل المدينة وسيطروا عليها وبأقل ما يمكن من الخسائر والأضرار. يعني احنا ندخل للكنائس ونجد الكنائس سالمة وحاضرة. هنا هذه العمليات ضد الإرهاب يحتاج نوازن بين عاملين مهمين، عامل متطلبات مكافحة الإرهاب والعامل الثاني الحريات ومراعاة حقوق الإنسان. هذين العاملين يحتاج لها إلى توازن دقيق حتى نحافظ عليها. الحقيقة هذه القوات مدربة بشكل جيد أنه يد تقاتل واليد الثانية تقدم الخدمات وترعى المواطنين. واحنا لاحظنا يمكن بوسائل الإعلام أن هؤلاء المقاتلين يحمل المرأة الكبيرة والرجل الكبير على كتفه وبندقيته بإيده ويراعي الجانب الإنساني. يعني كان مثال حي عمليات تحرير الموصل على الجوانب الإنسانية للقوات الأمنية العراقية، وأثبتت جدارتها وفعاليتها بأنه يركزون على هذه وأعطوا مثال حي وثقة، أصبحت ثقة كبيرة لدى المواطنين بالقوات الأمنية. الحقيقة أنا خلال تجوالي في مدينة الموصل كان كثير من الإخوان المختصين بالأمن والاستخبارات يعني حاول يحذرني لأنه مرأة كبيرة أو رجل كبير أو طفل يحاول يتقرب ويسلم ويحب يشكر ويقولون الاقتراب منا ترى خطر، ممكن هذا مفخخ. قلت له بالعكس احنا نرسل رسالة طمأنينة للمواطنين من تسلم عليه وتقترب يمه وتشعر بالطمأنينة. فعلا احنا شفنا ترى هو المواطن احنا نعرف ومدربين كل قواتنا، المواطن هو رقم 1 بتحقيق الأمن في العراق وفي غير العراق. المواطن هو رأس مالنا وعامل مهم وحاسم في تحقيق الأمن. من يكون فعال ومتعاون مع القوات الأمنية راح تكون الخطة الأمنية منفذة بشكل جيد. وشفنا احنا الإسراع في تنفيذ هذه العملية ونجاحها في الساحل الأيسر اللي وصل إلى 80 حي سكني. ومثل ما تعرفون الموصل بها بحدود 2,000,000 نسمة، 75% من هؤلاء هم داخل مدينة الموصل، يعني خارج الموصل حوالي 25%. فهذه النسبة العالية من السكان والازدحام الكبير وساحة عمليات واستخدام أسلحة، هذا يتطلب مهارات عالية، لأنه أنت تطلق النار في منطقة مسكونة بها ناس ولازم تتجنب الإضرار بالبنى التحتية وتتجنب الإضرار بالسكان المدنيين. بالوقت الطرف المقابل داعش يسيء إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن، وأبسط ما عنده هو يستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية، يستخدمهم دروع بشرية حتى يحمي تنظيماته. وكانت هذه العمليات عمليات
احنا نشوف احياء الموصل بعد ما نطلع منها بساعتين تتغير، يعني الاسواق تفتح والشوارع يبدون الحركه والعجلات تتحرك. ويعني الحقيقه احنا لاحظنا اهالي الموصل عندهم هذا التفاؤل وهذا الحركه، وكانوا مشتاقين انه تجي القوات الامنيه حتى تحررهم من داعش. ووجدوا هؤلاء المقاتلين انطوا عنوان للوحده الوطنيه العراقيه صراحه. يعني هؤلاء المقاتلين من البصره، من العماره، من الناصريه، مناطق جنوب العراق، ويجي يحرر الموصل وكانه اهله ومدينته وبلده. هذا العنوان الكبير للوحده الوطنيه اللي تمثله يعني اعطى شيء كبير الحقيقه لكل المواطنين، لكل العراقيين. هذا نتيجة هذا التراكم من الخبرات وهذا المعلومات. والعراق هذا الوطن الغائر بالتاريخ اللي عمق حضارته 8000 سنة قادر على ينجب هؤلاء وبناة حضارة سابقا وحاليا وبالمستقبل. Thank you, General. I wanted to ask you about that point you just mentioned. You were talking about the Iraqi security forces from everywhere. And when we're talking about counterterrorism forces specifically, they started out, we have to be frank, during the Civil War, considered to have units among the most sectarian of the Iraqi security forces. They are now considered to be nationalists, non-sectarian. Can you just talk a little bit about how you got to that point and what needs to be done to actually instill a sense of nationalism? حقيقة هذه الإشارات الأولى لتشكيل الجهاز وبنائه كانت من البذرة الأولى. وضعنا شروط ونقاط مهمة. هذا الجهاز يعمل بوطنية وحرفية ومهنية. لا يجوز قبول أي فرد ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب بالعراق، ولا يجوز انتماء أي شخص يعني يفضل كتلة عن كتلة. يعني الجهاز أي واحد ينطق بكلمة يقول أنا شيعي أو سني أو كردي أو عربي، احنا رأسا نفصله ونطرده خارج الجهاز. يجب أن يقول أنا عراقي ويعمل علم العراق هو الأساس في الحفاظ عليه. ولهذا تجدهم يقاتل بالبصرة ويقاتل بالموصل نفس الاندفاع ونفس القابلية. هذا البناء ولد عندهم الروح الوطنية العالية. واحنا كانت اكو بدايات اولية لجهاز مقاتلين هم من كردستان، من الكرد ويزيدية وتركمان وكل الطوائف والأقليات وسنة وشيعة. وشوف هذه الفسيفساء الموجودة في جهاز مكافحة الإرهاب، فنموذج رائع للوحدة الوطنية ونموذج رائع للقوات الأمنية المهنية الوطنية اللي تعمل بحماس من أجل العراق. Thank you. So Iraqi security forces are now getting close to the Al-Nur Mosque, the mosque in West Mosul, where Abu Bakr al-Baghdadi, the head of ISIS, stood up 2 years ago and proclaimed his caliphate. U.S. defense officials, some of them are saying that he's now disappeared, he's fled to the desert. Can you tell us what you know about where you think he is and whether it matters whether he's alive or dead for the future of Iraq and the future of ISIS? شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لا ننسى احنا صحيح نعطي معلومات وإيجاز عن الموقف، لكن هناك لا تزال معلومات نعتبرها سرية وفي غاية الكتمان وما نتحدث عنها، وخاصة العمليات المستقبلية. الإعلام يحب الأكشن ولهذا يريد معلومات حتى يوصل له. احنا كثير من المعلومات اللي نعرفها واللي لا تزال قيد الدراسة والتمحيص والتنفيذ نبقيها إلى وقتها، لكن متفائلين. وبشائر النصر تلوح في أفق الموصل وقريب وليس بعيد، لأنه انهيار داعش احنا لدينا خبرة في مواجهة الإرهابيين من عام 2003 و4 لحد الآن. انهيارهم يعتمد على قوة الطرف المقابل.
بنشوف القوات المقاتلة لديها الإرادة والقوة والقدرة على مهاجمتهم وقتلهم، ما يثبتون مكان أبدا، لكن يعتمدون. احنا كان الحقيقة ما أريد أشير له في أحداث حزيران 2014 عندما اغتصب داعش الموصل، سبب لنا إرباك وتأثير على الحالة المعنوية كبير على القوات الأمنية بالعراق. ولهذا أنا تحولت في هذا الشهر وأصبحت قائد العمليات المشتركة، إضافة إلى مسؤوليتي رئيس جهاز مكافحة الإعراب. يعني أنا في العمليات وأعطوني خبر، قالوا واحدة من سرايا الحماية في حزام بغداد سقطت من داعش. طيب كيف داعش بالموصل وهذه بغداد؟ فبعدين عرفت انه 2 3 جاهم خبر داعش 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 داعش، دول تركوا بنادقهم. ولانه داعش يعتمد على فلسفة الصدم. فلسفة الصدم ماخذها من خلال تصويره لليوتيوب والفيديوهات، يقتل انسان، يقطعه الى قطع، بعدين يحرقه. هذا المنظر المخيف بالنسبة للأطفال، للنساء، مرعب للعوائل، يخليهم في موقف. يعني شفتوا الطيار الأردني الكساسبة، بعد ما يحرقه ويحرق كثير. هذا يعني دلالة على الهمجية ودلالة على هذا العنف الغير مبرر اللي يستخدم. واحد من أهدافه أنه يثير الرعب والخوف، وهو هذا الإرهاب، إثارة الرعب والخوف لدى الطرف المقابل حتى ينهار، وآخرين ما يقدر يمسك البندقية أو السلاح. هذا يحتاج، ولهذا واجهنا معضلة بعد هذا شهر حزيران 2014، أنه كيف تبني المعنويات وتكون قادر على مواجهة مثل هؤلاء. ولهذا عملنا بشكل حثيث على بناء معنويات وقدرات للمقاتلين، بحيث يكونون مثل ما الطرف الآخر يريد يموت، هذا عنده قدرة إلى أن يضحي بنفسه من أجل الوطن ومن أجل أبناء الوطن. فعلا صارت يعني نماذج كثيرة وقصص، يعني يضيق الوقت لذكرها، أنه شون جنود ومقاتلين يجي مجموعة من الإرهابيين بالسيارة الهمر يهجم عليهم ويقتلهم وتفجر السيارة ويفجرهم، يعني حماية إلى المواطنين. وشفتوا أمثلة كثيرة، عناصر من الشرطة بالتفتيش، وأيضا يطوق واحد من الإرهابيين اللي لابس حزام ناسف وينفجر هو حتى يحمي السكان المدنيين. كثير من الأمثلة هذه الحقيقة رفعت الروح المعنوية، وضعت المقاتل العراقي بموضع عنده قدرة عالية على مجابهة مثل هؤلاء. يعني أنا يمكن قبل يومين أسمع أحد الوكالات الإعلامية أنه واحدة من الدول تقول إحنا يعني تفتخر أنه خلال 4 سنوات قدرت تواجه 13 عملية إرهابية، 13 عملية إرهابية خلال 4 سنوات. يعني إحنا إذا نقول بالآلاف، فد رقم عندنا كبير جدا، آلاف العمليات. ولهذا خبرة لدى قواتنا الأمنية كبيرة في مواجهة الإرهاب، ولديهم مقدرة على هذه المواجهة بفعالية كبيرة. ولهذا بنقول الساحل الأيمن، يعني من تسأل الضباط والجنود والمقاتلين يعني يتكلم لك وهو مليء بالعنفوان والمعنوية بأنه ينهي هذا الساحل وينهي داعش وينظف الموصل إن شاء الله عن قريب. Thank you. General Taleb, as a soldier and a general, I know you're not afraid of anything, including difficult questions from journalists. This one is about casualties suffered by Iraqi special forces. There have been a lot of sacrifices. One American official has said that perhaps in some special counterterrorism battalions, half of them have been killed or wounded. Could you just tell us a little bit about those sacrifices, about the extent of them and what has caused them and how you're dealing with that? نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حتى نواجه هكذا عناصر انتحارية
وتريد تموت وتقتل الآخرين، إذن يحتاج إلى مجابهة، إلى مواجهة من مقاتلين شجعان لديهم القدرة على أنه يواجه، لأنه داعشي أو الإرهابي التكفيري معروف، لا يمكن الجدال حتى تقنع أو يقنعك، يعني هو لا يوجد حل من الاثنين، لو تقتله لو قتلك. فإذا يجب أن يكون عمل أيهما أسرع، أن يوصل للهدف ويطلق النار على هذا الطرف. ولهذا مقاتلين أصبح لديهم القدرة العالية على أنه يبادر ويستخدم أسلحته بكثافة، حتى من جراء هذه الأعمال المواجهة والمواجهة القوية تبرز لنا حالات من انفجار، تفخيخ، لأنه أسلحة الإرهابيين رقم واحد هو القناص حتى يرمي من بعيد، تفخيخ الدور والشوارع، وبالموصل استخدم يعني بعض المعدات البسيطة لكن هو يعتبرها مؤثرة، يستخدم طائرات صغيرة مسيرة، أحيانا قسم منها تستخدم للألعاب الأطفال، هذه الطائرة الصغيرة يحملها رمانة يدوية أو بعض المتفجرات ويرسلها إلى أماكن توجع ويسقطها على أماكن تواجد الجنود. فسقوطه طبعا أسقطنا العدد كبير منها ووضعنا وسائل لمعالجتها حاليا، لكن سقوطها في المرات السابقة يسبب جروح وشظايا لبعض المقاتلين. وهناك السيارات المفخخة، سيارات مفخخة في أحياء الموصل كثيرة الحقيقة، يدخل هذه السيارة في جراج أحد البيوت، ومن تتحرك القوات بالشوارع ينفتح الجراج وتطلع السيارة وهي مفخخة فتصطدم بالجنود، فقسم أكيد يستشهد وينجرح. لكن الشيء اللافت أنه هؤلاء المقاتلين مثل ما قلت يد تقاتل ويد تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمدنيين وللمقاتلين، وقسم يستشهد من أخوانه ويحمله ويستخدم أسلحته حتى يواجه العدو. لدينا إجراءات كثيرة لمعالجة الجرحى وإجراءات لرعاية عوائل الشهداء، وهؤلاء الجرحى لدينا مراكز لمعالجتهم، قسم منهم إرسالهم إلى مستشفيات خارج العراق، رعايتهم المادية للعوائل للأطفال، رعاية خاصة الحقيقة. دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يقدم تكريم إلى الضباط والجنود ورعاية خاصة أيضا لعوائلهم. فإذا هناك اهتمام خاص، وهناك أقسام في تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب لرعاية هؤلاء المقاتلين من الجرحى ولعوائل الشهداء والاستمرار برعايتهم والوقوف معهم. فإذا عناية، لأن نعتقد العناية بالجرحى والشهداء كالعناية بالمقاتلين، لأن هذا ينطي دفع معنوي للمقاتلين الموجودين في ساحة المعركة. Is it true there have been several thousand Iraqi security forces killed and seriously wounded? نعم، يعني هذه الأرقام مبالغ بها، هناك جرحى، هناك شهداء بعض، لكن عدة آلاف أرقام مبالغ بها. الأرقام صحيحة معروفة، والمقاتلين احنا نشوفهم في تزايد، يعني حتى الجرحى ما نحس بهم متأخرين عن احنا اللافت في هؤلاء المقاتلين في مصطلح بالعسكري يرفض الإخلاء، جريح يوصل للمستشفى يعالجوه ورأسا ياخذ البندقية ويرجع له، ونعطيه إجازة، نقول له هاي إجازة أسبوع أو 10 أيام تروح البيت ترتاح، يقول لا، شلون أترك إخواني في الميدان فأروح معهم إلى أن تخلص المعركة، ومن نسألهم يقول خل تخلص الموصل وبعدين أروح أتعالج. فالحمد لله يعني روح معنوية عالية جدا، وهذا طبعا يشعرنا بالفخر جميعا، احنا كقوات أمنية وكل العراقيين.
And just one more question before we go to Dr. Akil and then take questions from the audience. And this one is about partnership with the United States. Now, you yourself have been closely involved with U.S. Special Forces. You've been to the United States to see military officials there. You've helped create Counterterrorism Service, which has close ties with the U.S. military. When there was a travel ban last month against Iraqi citizens, now lifted, you were quoted as saying that you were prevented from getting a U.S. visa to visit your family. Can you just tell us a little bit, how does that make you feel about the cooperation with the United States, and do you still have faith that they're a good partner? احنا كعسكريين كقوات أمنية لدينا أهداف ورؤى بعيدة المدى، ونعمل من خلالها على تحرير أرض العراق من دنس الإرهاب والداعشين وكل من يضر العراق، وهذا هدفنا الكبير. من خلال هذا الهدف علاقتنا وتعاوننا مع الشركاء، مع التحالف، مع دول التحالف والأصدقاء عميقة جدا، ولها أثر كبير في تحقيق النصر. يعني تعاوننا مع دول التحالف في موضوع تقديم الإسناد الجوي، هذا كان مهم جدا وله الأثر البالغ في تحقيق النصر، لأن استخدام طائرات متطورة في موضوع الاستطلاع، موضوع الضربات الجوية الدقيقة، لأنه بصراحة المعركة في منطقة مبنية أو منطقة مليئة بالسكان في غاية الحراجة، أنه شلون نجنب السكان المدنيين الأضرار والنيران الصديقة. ولهذا استخدام الطائرات التحالف بأجهزتها الدقيقة لاستهداف نقاط محددة ساعدنا كثير في تجنب المدنيين الأضرار، وحقق لنا كثير من الأهداف. هذه الشراكة وهذا التعاون مهم جدا، ويتطور باستمرار من أجل أن يكون العراق خالي ونظيف من الإرهاب. نعم. Thank you. Dr. Akil, I'd like to get your point of view, and perhaps General Talib could comment on it. This is a very complicated fight, and part of the complication is that it involves not just the traditional Iraqi security forces and coalition air power and support. It involves a variety, 60 maybe, is it 80 now, different groups in the popular mobilization forces. Can you give us your assessment of how you see that affecting the fight against ISIS in general, in West Mosul in particular? I mean, generally speaking, since the formation of the popular mobilization units, it became a divisive issue. I mean, at the time, Iraq was going through a difficult situation, and the government needed just forces, improvised, fast, deployed. And these people were ready, and I think they were an important psychological boost. They restored a sense of confidence for lots of Iraqis, and they did well in rural fights. They have some achievements in urban fights too, but they also deepened the sectarian tensions. And their participation in some of the operations before Mosul was problematic. It was an issue. Was the military gain, worth the sectarian tension, the lack of confidence among Sunnis? It's a difficult question to answer. But I think in the Mosul operation, the government, and before that was in the Ramadi operation, the Fallujah operation, the government seems to have come up with a thoughtful plan. To say in a very difficult situation, which is deploying the PMUs, the popular mobilization units, around the cities, surrounding these two cities, and then have the military, the professional military, do the actual fighting. And it seemed to work, although there was lots of destruction in those cities, because heavy
heavy fire was used. Most of the population was out, which made it possible to use heavy fire. But in the Mosul operation, it's a different scenario. The population has not left. There's no possibility, well, there is a possibility of using heavy fire, but at a great cost. And the same plan was used, and it was successful in eastern Mosul. We saw, more or less successful, less painful, operation, liberation operations. And but recently, reports have come that certain mobilization units, popular mobilization units, are actually engaged in the fight inside Mosul. There's one on the eastern side, it's called the Abbas Division. It seems like it participated in the fight there, and there was no negative reaction from the local population. We have different hashids, actually, not one. And they belong to the clerical establishment in Najaf, to Marja'iyya, which seems its forces are well received. This raises the question, given that what happened in eastern Mosul involving this particular PMU division was successful, seemed successful, is there a possibility of repeating this in western Mosul? Given the fact that popular mobilization units are ready to take heavier losses than the military. There's an ideological motive there involved. So, this is one of the questions I'd like to raise for the general. I have a couple of more questions about human rights issues. Lovely. So we'll get to questions in just a moment, and we'll start with your question. I wonder first, we haven't tackled the subject of what forces are going to be used to hold territory once you clear them. You've been fighting almost nonstop for 2 years, and you've been able to take back quite a lot of territory. What are the forces you envision that will be able to successfully hold that ground and still get the support of the population, General Talib? نعم، شكرا جزيلا. أنا من أتكلم كقائد لهذه القوات بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الطروحات السياسية المختلفة. في الجانب الأيسر اشتركت قوات محددة، وكانت محاور للهجوم على الجانب الأيسر 5 محاور، وهذه ال5 محاور شغلتها قوات من الجيش وقوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط. وتم تحرير الساحل الأيسر قلت بمدة تقريبا 3 أشهر، وتحرير سميناه التحرير النظيف بأقل ما يمكن من الخسائر والأضرار بالبنى التحتية. وعرف الجميع منذ البداية وقبل وضع الخطة هناك حشد عشائري وحشد من أبناء الموصل، وهذا معروف لأهالي الموصل. حشد من أبناء الموصل، وحشد من أبناء الموصل يساعد القوات الأخرى، وخاصة في المرحلة اللي ذكرت حضرتك الأخيرة من المسكل، اللي احنا نريد نطمئن السكان المدنيين أنه قوات جهاز مكافحة الإرهاب هذه قوات تقتحم وتطرد الإرهابيين وتنظف المكان من الإرهابيين، ثم يستلم قوات الشرطة المحلية والحشد المحلي، حشد المنطقة، هؤلاء اللي يعتمد عليهم. وكانت تجربة ناجحة. الحشد من أهالي المنطقة، يعرف المنطقة جيد، وأهالي المنطقة عندهم ثقة به، وأيضا الشرطة المحلية تم تسليحها تجهيز جيد، وتحديد أماكن مسؤوليات مسك لهذه المناطق. وكذلك الجانب الأيمن لحد الآن الشرطة الاتحادية وقوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب. محور غربي في متجه الحشد ومدخل الموصل، والمحور الغربي يعني أقدر أسميه أهدافه استراتيجية اللي باتجاه تل أحفر، وهي قطع الطريق
من سوريا إلى العراق أو من العراق إلى سوريا لهذه التنظيمات الإرهابية. أما داخل الموصل ما دخلوا عناصر من الحشد من خارج المنطقة. وقلت أكو يعني قوة يسموها فرقة العباس. فرقة العباس عدد قليل من هؤلاء المقاتلين، وهؤلاء متطوعين. طبعا الحشد تنظيم أصبح تابع لدولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تنظيم ضمن القوات المسلحة وتحت سيطرته، وهؤلاء مسجلين ويطبقون التعليمات والقوانين النافذة. وذكرت نقطة مهمة، كان في لحظة ضعف المعنويات للقوات الأمنية بعد أحداث حزيران 2014. كان هذا الاستجابة لنداء المرجعي كان له أثر كبير، لأن لاحظنا رجال كبار السن 80 سنة عمره وأكثر ويشيل البندقية ويتقدم. هذا من يشوفه الجندي اللي عمره 20 سنة وشباب شوية يتقوى به من الناحية المعنوية. يعني مثل ما مرات طفل ويمشي بالظلمة من تحت وياه يعني الخوف يروح من عنده. فهذا من يشوف هيك، لأنه يباوع الطرف الآخر وحوش كاسرة داعش، يعني يحرق ويقتل ويذبح وسكينته، فيحتاج من يطمن. فكانت مفيدة جدا، يعني خاصة بالأشهر الأولى بعد أحداث حزيران 2014. أصبحت الأمور يعني أهالي الموصل يدركون جيدا ويعرفون أنه ما جرى في الساحل الأيسر سميته أنا بالتحرير النظيف، والعمليات جيدة جدا. والساحل الأيمن يعني تشعر به وكأنه هو ساقط لقدام، يعني الأحياء تسقط الواحدة تلو الأخرى. هناك كم إرهابي يتمترس في هالمكان ومكان آخر، ويروحون لمكافحة إرهاب، لو يقتلوه لو يمسكوه ولو هو يفجر نفسه وتنتهي. فالحقيقة ما عندنا شيء يقلق في هذا الجانب، وأهالي موصل هم موجودين بالشارع وبالبيت. والنقطة ذكرتها أنا وجهت كثير من النداءات من خلال مقابلات بالتلفزيون، أنه أطلب من السكان المدنيين في الموصل أنه يكون في بيوتهم، لما له كان تأثير كبير وناجح. الحفاظ على الممتلكات والحفاظ على بيوتهم، وأيضا يمنعون داعش من أنه يدخل للبيت ويفخخه أو يفجره أو كذا. فكان لها نتائج إيجابية. وشفتوا أنتم 5 جسور على نهر دجلة، 5 جسور فجرها ال5 لغمها وفجرها. يعني تبحث عن ذرة من الإنسانية والإجراءات اللي تخدم البشرية، مو موجود عند داعش ومو موجود عند هيك حركات يعني ضد الكون وضد البشرية كلها. فلهذا الحقيقة أنت تفرح أي قوة أي جهد إنسان أي جهد أمني يقف معك تفرح به. لكن يعني نسمع بعض الصيحات وأنه هناك لأغراض لأسباب سياسية أسباب أخرى. يعني ما جرى لحد الآن تحرير نظيف وتحرير جيد، والقوات الأمنية هي المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة بأنه تنفذ الخطة، خطة تحرير الموصل. نعم. Thank you. We're going to move to questions, and the first question goes to Dr. Akil, actually, if you have a question for General Talib. Human rights questions. Well, can I ask it in Arabic? I think that would make it easier. عفوا سيادة الفريق. يعني أداء القوات العسكرية العراقية في قتال الساحل الأيسر أثني عليه كثيرا لجهة بذل الجهد للحفاظ على حياة المدنيين. يبدو كانت تجربة ناجحة، يعني رغم يعني ألم العمليات العسكرية. كانت القوات العسكرية مكافحة الإرهاب مستعدة أن تتحمل خسائر من أجل الحفاظ على حياة المدنيين. لكنه في معارك الساحل الأيمن يعني قبل يومين سمعنا استخدام يعني أسلحة ثقيلة غير مناسبة لقتال المدن في مدينة مكتظة، وبعض الصور التي خرجت حقيقة كانت صور مرعبة. أيضا يبدو أن الشرطة الفيدرالية مشاركة بشكل كبير في هذا القتال.
أكثر من قوات مكافحة الإرهاب المدربة جيدا لقتال المدن، لكن الشرطة الاتحادية عادة ليست مدربة جيدا لقتال المدن. فهل هل يمكن لك أن تعلق على هذه التقارير بشأن استخدام أسلحة فتاكة غير مناسبة في قتال المدن؟ بالمدن، قتال المدن مناطق مكتظة ومزدحمة بالسكان، قلت أنا أساليب خاصة في هذا المجال، تستخدم مجاميع خاصة وبأعداد صغيرة هي اللي تعالج الأهداف داخل هذه المناطق. فمن الصعوبة استخدام قصف بنيران ثقيلة على هذه المناطق. ممكن استخدام هذا القصف بالمساحات الشاسعة الخارج المدينة. لو تقول لي بالجهة الغربية بين الموصل وتل أحفر وهذه المناطق ممكن يستخدم اسناد ناري كثيف، لكن داخل المدينة يشكل صعوبة وما يحتاجها القوات الأمنية، ما تحتاج أنه تستخدم كثافة نيران على مناطق مأهولة بالسكان. احنا نقاتل من أجل السكان المدنيين، فكيف نرميهم؟ احنا نقاتل من أجلهم. هذه التقارير ليست صحيحة. نعم، بعض التقارير الصور التي خرجت ليست صحيحة. قلت الحقيقة كثير من التقارير وكثير من المعلومات من تدخل إلى ساحة المعركة والمواجهة تجدها غير دقيقة، غير دقيقة. نعم. سؤال عن آلية التعاطي مع خروقات حقوق الإنسان إن حدثت من جانب القوات العسكرية. هل هناك آلية ضمن القوات العسكرية لرصد هذه الخروقات وتقديم مرتكبيها للمحاكم العسكرية أو حتى المحاكم المدنية حسب الآلية المعمول بها في العراق؟ وهل تم استخدام هذه الآلية؟ هل هناك مذنبون قدموا عبر آلية المحاكم العسكرية؟ إذا كان يمكن أن تحدثنا عن أعداد أو عن حالات أنا أكون ممتن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. موضوع حقوق الإنسان أعتقد كثير من المشاهدين والمتابعين للمعارك اللي جرت بالساحل الأيسر شاف مدى التعاون اللي قدمه المقاتلين والجنود للسكان المدنيين. رعاية طبية لأنهم مدربين إلى الرعاية الطبية، يعالجون الجرحى من المدنيين. أحيانا محطات للوقود ما بيها ناس يعملون حتى يزودون بالوقود. هؤلاء المقاتلين ينزع القمصلة مالته ويصير عامل وقود حتى يسهل عمل. في وحداتنا، في الوحدات والتشكيلات هناك كل وحدة وتشكيل هناك ضابط حقوق اسمه ضابط حقوق الإنسان، ضابط حقوقي خريج كلية القانون اسمه ضابط حقوق الإنسان، مهمته يراقب أي خرق يحدث في. أنا مثلا للفترة الماضية حاسبت وطردت 3 من ضابط وجنود 2 مجرد معلومة أنه خلال مسكهم إلى أحد الإرهابيين إرهابي وتثبت عليه مجرد تعامل كان بقسوة عاقبتهم ونقلتهم خارج الجهاز وشكلنا مجلس تحقيقي. ما نسمح في كل القوات العراقية لكل خرق لموضوع حقوق الإنسان. الحقيقة خاصة هذه الفترة الأخيرة تدقيق شديد عليها ومراعاة كبيرة. ولاحظ احنا البارومتر أو المقياس هذا التقارب بين المدنيين وبين القوات الأمنية، هذا الشعور بأنه الجميع مشترك في تحقيق الأمن خلاهم يشعرون بأنه ليس فظ ولا شديد ولا يسيء للمدنيين. كان تعاملهم إيجابي، وأصور الساحل الأيسر مثال جيد إلى كل الإجراءات اللي تقوم بها القوات الأمنية. أما أنه لا يحدث خرق هذا كلام. المهم معاقبة الخرق، أقصد معاقبة الخرق. نعم. الخروقات تحدث في كل مكان. هل هناك آلية لمعاقبة مرتكبي الخروق قدم الناس قدم الجنود أو يحال للمحاكم العسكرية؟ نعم. لديك أعداد تقريبية لا ما ظهرت، ما برزت عندنا بالساحل الأيسر ما برزت ولا حالة. بالعكس احنا جاي نشوف قلت لك يعالج الجرحى، يعالج المدنيين، يقدم له خدمات.
كثير من الصور الإنسانية يعني مفرحة بصراحة، خاصة بالموصل بشكل ملفت يعني. طيب سؤال أخير عن موضوع حقوق الإنسان سريع جدا. نعم. ممكن أن تحدثنا باختصار عن آلية تدريب العسكريين على حقوق الإنسان؟ يعني في الجيش في قوات مكافحة الإرهاب هل يدخلون دورة 7 أيام؟ يعني هناك تدريب بشأن القوانين، العقاب العسكرية، كيفية الحفاظ على حقوق الإنسان. يعني هل هناك وعي مؤسسات المؤسسة العسكرية تشتغل عليه من يعني بثه بين العسكريين؟ نعم، يعني في جهاز مكافحة الإرهاب هناك مديرية قانونية تختص في موضوع تدريب على حقوق الإنسان وإلقاء المحاضرات على المقاتلين ونشر كراسات وكتيبات وتوزعها إلى كل المقاتلين حتى يكونوا على اطلاع بموضوع حقوق الإنسان والمحافظة عليه، وأصبحوا على دراية، يعرف ماهية، يعني ندرسهم القوانين الأساسية وحقوق الإنسان وكيفية المحافظة عليها. وضباط مشرفين في الدورة الأساسية اللي يدخلها الجندي والضابط يتعلم ماهية حقوق الإنسان وما هي الحريات، ويركز عليه حتى يعرف الضابط في تعامله والجندي في تعامله مع حتى الإرهابيين أيضا ينطي حقوقه، مثل ما موجودة بروتوكولات جنيف في موضوع الأسرى وغيرها وكلها. هل هذه الآلية موجودة ضمن الحشد الشعبي، آلية تدريب مقاتلي الحشد الشعبي على حقوق الإنسان وكيفية الحفاظ عليها، القوانين العسكرية التي تنطبق على الخروقات؟ أم هذه فقط مقتصرة على الجيش قوات مكافحة يعني الإرهاب؟ تسألتني جهاز مكافحة الإرهاب صار له 10 سنوات، هناك خبرة وتراكم من هذه الخبرة والمعلومات، والحشد يعني صار فترة قصيرة بتشكيله، بس أنا أعتقد دولة رئيس الوزراء والقائد العام يركز على هذه النقاط والنواحي، وهناك ضخ لهذه المعلومات والتوجيهات بحيث يكون كل القوات الأمنية على مستوى واحد من الخبرة والدراية والمعرفة. واحنا نقيسها بالنتائج، بنشوف احنا المدنيين يقبلون على القوات الأمنية ويتعاونوا وياه، معناها هناك رضا من قبل السكان المدنيين. General Talib, thank you so much. You've been very kind in answering our questions. There are a lot of people here who would never get the chance to ask a four-star general a question. So I'll leave it to you. Would you like to take a question or two from the audience? I think that's a yes, a short question. إذاعتهم. Referring it to you, so use your privilege. You get to ask four-star general questions all the time, so not you. Anybody in the back, any students, anybody who has a question? Sure, right there in the middle. Spas. Boris Farman. And sorry, could I just say, could you please make it an actual question? And this will be our only question, so short and succinct. كردي. برس فرمان دار طبعا باسي خلقاتي هيزي عسكري عراقي كرا اتواني لبر باراستني يعني احترامي قوانين وباراستني ما في مروف لسرتاي شر داعش وتا اسا اتواني داتاك مان بيتك تا اسا چن جوندي يعني چن بلا بالا ببراري محكمه عسكري سزادراون داتاك يدروز جيجا لما برسياريكي كا خلقاتي حشد الشعبي بپی بریاری محکمه عسکری اجراءاتیان لگل کریان اما تایبد مندکی کیه سپاس بعد شكرا جزيلا. أنا من ذكرت على موضوع الالتزام بالقوانين والمحافظة عليها. أنا كرئيس جهاز مكافحة الإرهاب لدي دكتوراه بالقانون الدولي، فإذا أنا عسكري وقائد وأيضا رجل قانون، فالمحافظة على تطبيق القانون
نفاذ مسؤوليتنا جميعا ونراعيها بدقة عالية، ولهذا لا توجد هناك أعداد كبيرة. وذكرت أنا يمكن حالة من الحالات حدثت يمكن عام 2009 ولضابط وجنود 2 وعالجناهم وعاقبناهم. إذن بدرجة وبمستوى عالي من الثقافة والدراية بتطبيق القانون والمحافظة عليه، الحقيقة واحد يفتخر به. أما قد تظهر هنا وهناك، أنا أعتقد كل المسؤولين وكل القادة حريصين على تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرق القانون، لأنه هذه الانتصارات يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نعززها ونحمي المواطن. احنا عملنا يستشهدون عندنا جنود وجرحى من الجنود بأعداد من أجل المواطن، من أجل تحرير المواطن. طيب احنا فوق هذا كله ونجي نضر المواطن أو نأثر عليه؟ هذا كلام ليس للاستهلاك المحلي، وإنما هذا عملنا اليومي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على حرياتهم، عكس الإرهاب اللي قلنا يستهدف الحريات وحياة المواطنين. نعم. General Talib, thank you so much. I'm sorry, we don't have time for any more questions, unfortunately. And I know, I think the General wants to take a question. Please, yes. شكرا سيد الفريق. شكرا سيد الفريق. قبل أحداث موصل وبدأ عملية تحرير الموصل كانت هناك أخبار عن وجود الآلاف المئات بل الآلاف من المختطفات اليزيديات في مدينة الموصل، ولكن بعد بدء العملية وتحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل لم نرى إلا عددا قليل، ربما لم تصل إلى 10 تم وجودهم في الساحل الأيسر. ولكن السؤال هنا، عندما نرى كل المنظمات الإنسانية الموجودة أو حتى الصحافة تسأل عن حقوق الإنسان للإرهابيين وكيفية التعامل مع الإرهابيين، ولم نرى في نفس الوقت يطرح أسئلة عن كيفية الوصول إلى المختطفات وإنقاذهم من يد الإرهاب. فأريد إذا كان هناك أسأل عن إذا كان هناك وجود للمختطفات الازدياد في الموصل أو في مدينة تل أحمر. لا يزال حسب المعلومات هناك معلومات على وجود المئات بالآلاف يمكن في مدينة تل أحمر والموصل. هل هناك خطة لتحرير تلك المختطفات أم لا؟ شكرا جزيلا. شكرا. الوكالات الاستخبارية اللي تعمل في الساحل الأيسر أو الأيمن محضة على عاتقها متابعة هذا الموضوع، وأنا بإشرافي صارت يمكن مرتين سلمنا نساء يزيديات إلى أهاليهم وخلصناهم من الأسر وأرسلنا على أهلهم وسلمناهم لهم. فهذه متابعيها بشكل دقيق، والأجهزة الاستخبارية تتابع هذه المعلومات، حتى هم جزء من عندنا، أهلنا وناسنا وسكان الموصل. فاحنا من ننظر لجميع واحد، ننظر إلى جميع عراقيين وطنيين، لكن تبقى على المعلومات المتيسرة والمعلومات الدقيقة. قسم احنا لقينا حتى أسمائهم غيريها، حتى بصراحة حتى ديانتهم غيريها وشغلات كثيرة، وجبناهم وداريناهم ورتبناهم ودزينا على شيوخ من اليزيدية وأقاربهم وسلمناهم لهم. هذا موضوع احنا مهتمين به ونتابعه باستمرار حتى نحقق اللي بالك وبال كل العراقيين انه اليزيديات هم اعراض العراقيين جميعا، وكانت هذه ضربة مأساوية بالنسبة لنا جميعا. فإن شاء الله نقوم بالواجب ونحقق الشيء اللي بالك وبال كل عراقي. شكرا جزيلا. Thank you for that very important question.
General Talib, thank you so much for coming from the battlefield to brief us. We only managed to touch on a few of the subjects on the commitment and the importance of maintaining the safety of the civilian population in West Mosul, on the very difficult fight that your men have had for the past 2 years across the country. But very much appreciate your time. Thank you, Dr. Akil. Thank you very much again.